بيبدأ فيلمنا النهاردة مع ست اسمها سوريا، أرملة عايشة مع ولادها في بيت قديم. سوريا بيكون عندها بنت اسمها دينا وولد اسمه أندي. أندي بيكون متجوز من بنت اسمها راني، وسوريا بتكون مهتمة جدا بالسحر والأعمال. عشان كده بنشوفها وهي بتحفر حفرة في حوش البيت بتاعها، وبتحط فيها حجاب غريب، وبتجيب تعبان ميت تحطه مع الحجاب، وبتجرح ايديها، وبتدعي ان الحجاب ده يحمي عيلتها من كل شر. وبعد كده بتدخل البيت، وأندي ودينا بيكونوا قاعدين مستنيينها عشان يفطروا سوا. وراني مرات أندي هي اللي بتحط الأكل على السفرة. وأول ما سوريا بتشوف راني بتلاحظ إن وزنها متغير، فسوريا بتخاف جدا وبتتوتر، وبتسألها هو أنتي حامل؟ فراني بتستغرب قوي السؤال، وبتقولها لأ لسه. ساعتها سوريا بتطمن وبتقولها الأحسن إنكم تأجلوا الخلفة شوية. والجملة دي بتضايق أندي وراني جدا، لأن الكل عارف هما قد إيه نفسهم يخلفوا. بعدها سوريا بتروح لكاي، الشيخ اللي بيعمل لها الحجاب، وبتقوله إنها على طول خايفة ومش مطمنة، وحاسة وكأن في حاجة هتحصل، مع إن الحادثة القديمة اللي حصلت زمان عدى عليها 8 سنين بحالهم، وخلاص كل حاجة انتهت وقتها. فكاي بيبص للمية اللي بيستخدمها في السحر، وبيلاقيها ابتدت تغلي فجأة بسبب كلام سوريا. فبيبص لسوريا وبيسألها انتي متأكدة إن كل حاجة انتهت فعلا؟ فسوريا بتقوله مش عارفة، أنا ما بقتش فاهمة أي حاجة. وبعدين بترجع على البيت وهي متوترة، وفجأة صورة باباها ومامتها بتقع لوحدها من غير ما حد يتدخل. فبتحس إن ده فال وحش، فبتاخد التليفون عشان تطمن عليهم، بس محدش فيهم بيرد. فبيفضل بالها مشغول عليهم طول اليوم، لدرجة إنها لما بتدخل تنام بتحلم بيهم، وبتشوف نفسها وهي داخلة بيت عيلتها القديم، وبتنده على مامتها بس هي مش بترد عليها. وفجأة باب الأوضة بيتفتح، فبتدخل وبتتصدم أول ما بتشوف مامتها ميتة بطريقة بشعة، أكن في حد قطع راسها. ومن كتر الصدمة مش بتبقى عارفة حتى تصرخ. وفي اللحظة دي بتسمع صوت جاي من الدولاب، فبتلف وشها بالراحة. ساعتها بتشوف باباها بيخرج من الدولاب، وهو وشه كله دم بسبب فاس موجود في راسه. وفجأة بيقوم جاري ناحيتها، وهي وقتها بتقوم من النوم وهي مخضوضة ومش قادرة تتنفس، بس بتحاول تهدي نفسها وبتقول إن ده مجرد حلم. وتاني يوم أندي وراني بيروحوا المستشفى، وهناك الدكتورة بتبارك لهم عشان راني حامل في الشهر التاني. فبيفرحوا قوي، وبياخدوا صورة البيبي عشان يوروها لسوريا ودينا. بس أول ما بيرجعوا البيت بيلاقوا سوريا قاعدة زعلانة، ودينا بتبلغهم إن جدها وجدتها تعبانين قوي، وطلبوا من سوريا إنها تيجي تشوفهم. فأندي وراني بيأجلوا خبر حمل راني لحد ما الأوضاع تتحسن يعني، وبيروحوا كلهم على بيت عيلة سوريا اللي بيكون بعيد جدا عن المدينة وفي وسط الغابة. وأول ما بيدخلوا البيت بيلاقوا إن جدتهم كويسة جدا، يمكن صحتها أحسن منهم كمان. وجدهم بيقول لهم إن جدتهم قالت كده عشان بس حبت تشوفهم. فسوريا بتطمن، وبتخلي أندي ودينا يخرجوا الشنط من العربية. ودينا بيلفت نظرها قطة صغيرة بتلعب معاها، فدينا بتحبها وبتتعلق بيها جدا. أما سوريا وراني فبيشموا ريحة غريبة جاية من المطبخ، فبيدخلوا يدوروا على مصدر الريحة دي، وبيكتشفوا إنها طالعة من التلاجة. وأول ما بيفتحوها بيتصدموا، لأنها بتبقى مليانة لحمة بايظة كأن بقالها 100 سنة في التلاجة. والغريب إن جدتهم واقفة بتطبخ عادي وسط الريحة دي، وكل الأكل اللي بتعمله أصلا بايظ. فساعتها سوريا بتحس إنها لازم تقعد معاهم فترة، لأنهم واضح إنهم كبروا ومبقوش مركزين ومش عارفين ياخدوا بالهم من نفسهم. وعشان كده بتحضر هي العشاء بنفسها، وبيقعدوا كلهم يتعشوا سوا. وهنا أندي بيحب يفك الجو شوية، وبيفكرهم لما هرب وهو صغير من البيت عشان جدته مرضتش تعمله الأكل اللي بيحبه. فكلهم بيضحكوا إلا جده وجدته، اللي بيبقوا ساكتين طول الوقت بطريقة مريبة، وفجأة بيضحكوا بطريقة هستيرية وبصوت عالي جدا، لدرجة إن الباقي مش بيبقوا مرتاحين ومستغربينهم قوي. وبالليل الكل بيبقى نايم، وراني بتقلق في نص الليل، فبتروح على المطبخ عشان تشرب. بس ساعتها بتشوف جدة أندي وهي ماشية بسرعة ناحية باب البيت، فراني بتنده عليها وبتسألها هي رايحة على فين في الوقت المتأخر ده. ساعتها بيظهر جد أندي من وراها، فبيخضها وبيقولها إن مراته بتمشي وهي نايمة، وبيطلب منها تسيبها وهي هترجع لوحدها على أوضتها. وراني وقتها بتحس إن هما الاتنين فيهم حاجة مش طبيعية، بس مش بتهتم قوي، بتقول لنفسها إنهم أكيد كبروا ومبقوش مركزين. وتاني يوم راني وأندي بيخرجوا مع بعض وبيقعدوا عند البحيرة، وراني بتقوله أنا كنت سمعت سوريا بالصدفة وهي بتتكلم عن حادثة حصلت من 8 سنين، فأنا عندي فضول أعرف إيه اللي حصل. فأندي بيقولها أنا هحكيلك، بس اوعي ده يأثر على حبك ليا أو يخليكي تكرهي عيلتي. فهي بتستغرب من رد فعله، بس بتأكد له إن عمر ما في حاجة هتقلل من حبه ليها. فأندي بيتشجع وبيحكي لها. ساعتها بنعرف إن زمان سوريا كان عندها 2 صحاب قريبين منها جدا، وهما هيرمان وليلى. سوريا كانت بتحب هيرمان جدا، لكن هيرمان اختار ليلى.
وساعتها سوريا حقدت عليهم وأصرت إنها تخلي هيرمان يحبها هي بأي طريقة، فلجأت وقتها لأول مرة للسحر وراحت لدجال اسمه جارو متخصص في السحر الأسود، وخلاها تعمل عهد مع الشيطان، وده خلى هيرمان يحبها هي ويسيب ليلى. بس ليلى ساعتها كانت حامل، فراحت تترجى سوريا إنها تسيب هيرمان عشان خاطر الطفلة اللي في بطنها، ولكن سوريا رفضت واتجوزت هي من هيرمان وجابت أندي ودينا. ولما أندي كبر حب بنت اسمها هوري واتعلق بيها قوي، لكن بعدها اكتشف إن هوري تبقى بنت ليلى من هيرمان، يعني طلعت أخته، وكانت متفقة مع ليلى مامتها إنهم ينتموا من سوريا وعيلتها. ليلى وهوري راحوا للدجال جارو وخلوه يعمل لهم سحر أسود هما كمان، والسحر ده خلى هيرمان وهو قاعد يتعشى مع عيلته يشوف ليلى قدامه، وفجأة جسمه بدأ يتعب ويتشنج ويطلع دم، ومات بعدها على طول. وبعدها الدور جه على سوريا وولادها. ليلى حبستهم في بدروم البيت وبمساعدة جارو كملت باقي طقوس السحر عشان تعذبهم قبل ما يموتوا، لكن وقتها أندي استغل النار اللي ليلى كانت بتستخدمها في الطقوس بتاعتها وولع بيها المكان، وساب ليلى وهوري يموتوا في الحريق. ووسط ما أندي بيحكي اللي حصل لراني بيسمع صوت ضحكة هوري، فبيخاف جدا وبيفضل يدور عليها بعينه لحد ما بيشوفها واقفة قدامه وبتضحك، فبياخد راني وبيرجعوا على البيت فورا، وبيفضل يقنع نفسه إنه كان بيتخيل لأن هوري ماتت من زمان. وفي الوقت ده دينا بتشوف جدها وهو واقف في الغابة، فبتخاف عليه لا يتوه وما يعرفش يرجع، وعشان كده بتمشي وراه من غير ما حد ياخد باله. وساعتها بتشوف منظر بشع جدا لجدها وهو قالع هدومه وماسك الفاس وعمال يموت في الحيوانات وبياخد لحمهم معاه، ومن خوفها بتطلع تجري على البيت عشان تحكي لمامتها، لكن ساعتها بتاخد الصدمة التانية وبتلاقي مامتها واقفة مصدومة قدام جدتها اللي طبخت القطة بتاعت دينا. وطبعا بعد اللي دينا شافته بتقول لمامتها وهما بيحضروا العشاء إنها عايزة تمشي من البيت ده فورا، لأنها واثقة إن جدها وجدتها مش طبيعيين وفيهم حاجة غلط. فسوريا بتهديها وبتقول لها هما بس كبروا في السن وما بقوش قادرين يركزوا في تصرفاتهم. وبالليل دينا بتبقى هي الوحيدة اللي سهرانة في البيت ومش جايلها نوم، وساعتها بتسمع كلام غريب مش بتبقى فاهمة معناه ولا عارفة جاي منين، لكن لما بتركز بتكتشف إن ده صوت جدتها، وبتسمع جدتها وهي بتقول إن أول ما القمر يكتمل الميتين هيصحوا، وبتفضل تكرر الجملة دي كتير قوي. وفي اللحظة دي بيخرج جدها من البيت وبيروح المخزن بتاعه وبيقفل على نفسه، فدينا بتلحقه وبتحاول تشوف من الخرم اللي موجود في الباب هو بيعمل ايه بالظبط، فبتلاقيه عمال يركع ويكرر نفس الجملة بتاعت جدتها. وفجأة الباب بيتفتح وجدها بيقف قدامها وهو في ايده فاس وباصص لها بنظرات مرعبة، فدينا بتخاف وبتجري على البيت، لكن جدها بيجري وراها والفاس لسه في ايده. فدينا بتبقى خايفة جدا وبتدخل البيت تقفل على نفسها كويس، وهو بيفضل يخبط جامد على الباب أكنه هيكسره، بس فجأة الخبط بيقف، فدينا بتبدأ تاخد نفسها وتهدى، لكن أول ما بتلف بتلاقي جدها في وشها، فبتخاف وبتسأله انت دخلت ازاي وامتى؟ فجدها بيستغرب وبيقول لها انا مخرجتش اصلا من البيت. الليلة بتعدي وتاني يوم دينا بتروح تحكي لسوريا على جدها، بس سوريا بتفضل تقول لها استحملي كام يوم وهنمشي، بس دينا بتكون جابت اخرها، فبتقول لها بطلي تتصرفي اكنك مش واخده بالك من اللي بيحصل. فسوريا بتتعصب وبتقول لها مش انتوا دايما اللي كنتوا بتقولولي بطلي تربطي كل حاجه بالسحر، دلوقتي لما بطلت اعمل كده بقيتوا بتلوموني؟ فدينا بتعيط وبتقول لها انا بس عايزه ارجع البيت. فسوريا بتهديها وبتقول لها تعالي نحضر الفطار، زمان جدك وجدتك صحيوا. بس الغريب ان جدها وجدتها اختفوا فجأة من البيت، وسوريا بتبقى قلقانة عليهم جدا، فبيخرجوا كلهم يدوروا عليهم في الغابة، ودينا بتوديهم للمكان اللي شافت فيه جدها وهو بيقطع الحيوانات. بس أول ما بيوصلوا بيتصدموا من المنظر، الحيوانات كلها ميتة ومتقطعة بطريقة بشعة، وراني مش بتقدر تستحمل الريحة ولا المنظر، فبيرجعوا كلهم على البيت وبيتفاجئوا إن جدهم وجدتهم واقفين بيرقصوا مع بعض بس رجليهم كلها طين، فبيسألوهم كنتوا فين؟ ما بيردوش عليهم. فسوريا بتاخدهم على الحمام وبتغسل لهم رجليهم على ما دينا تحضر العشاء. ولما كلهم بيتجمعوا على العشاء فجأة جدتهم بتمسك بطن راني وبتقول لسوريا مبروك هتبقي جدة. هنا سوريا بتتصدم وقلبها بيقع في رجليها، وبتفضل تسألهم انتوا ازاي ما قلتوليش حاجة زي دي؟ والكل بيبقى ملاحظ انها متضايقة من الحمل ومحدش فاهم السبب، لدرجة ان راني بتفضل تعيط في اوضتها من اللي سوريا عملته، واندي بيهديها وبيقول لها ان سوريا ممكن تكون مضغوطة بسبب اللي بيحصل مع باباها ومامتها. وبعدها اندي بيروح يطمن على جده وجدته ويتأكد انهم نايمين عشان ما يتوهوش زي الصبح، ويفضل يدور عليهم، بس الغريب انهم مش بيلاقيهم في الأوضة برضه، فبيطلع يدور عليهم برا البيت، وساعتها بيلاحظ ان المخزن فيه نور، فبيفهم انهم اكيد جواه،
بس المشكلة إنهم بيكونوا قافلين على نفسهم، فبيبص عليهم من خرم الباب وبيلاقيهم بيركعوا لحد هو مش شايفه، وعمالين يقولوا لما القمر يكتمل الميتين هيصحوا. بس صوتهم وهما بيتكلموا كان غريب أكنه مش صوتهم، ده غير إنه بيسمع صوت حد تالت مش غريب عليه بيقول معاهم، بس ما كانش قادر يحدد هو مين. ولما بيرجع يبص تاني بيتصدم بجده وجدته وهما بياكلوا في جثث الحيوانات اللي كانت في الغابة. فتاني يوم أندي بيروح يقول لدينا تجهز عشان هيمشوا دلوقتي، لكن دينا بتقوله إن مامتهم خدت العربية وسابت لهم جواب بتقول إنها هترجع بكرة، وبكده هما مش هيعرفوا يمشوا النهاردة. وفي الوقت ده راني بتقول لهم إنها عايزة تحكي لهم على حاجة امبارح في الغابة لما شافوا جثث الحيوانات على الأرض. هي ساعتها لاحظت حاجة غريبة، كان في راجل شكله غريب واقف وبيبص لهم، ومن وصفها أندي وراني بيعرفوا إنها بتتكلم عن جاره، وبيقلقوا قوي لأن جاره مش بيظهر غير لو في كارثة هتحصل قريب. وعلى سيرة الكوارث بتيجي جدتهم وبتقول لهم إنها حضرت الغدا، وكلهم بيقعدوا على السفرة وهم قرفانين ياكلوا أو يمد إيديهم من اللي شافوه والأكل البايظ اللي على طول جدتهم كانت بتطبخه، بس عشان ما يكسروش قلبها بياكلوا غصب عنهم. وبعدها أندي بيطلب من راني ودينا إنهم يفضلوا في البيت لحد ما يروح المخزن يتأكد من حاجة كده. وبعد ما بيمشي دينا بتقول لراني إنها هتدخل أوضة جدتها عشان تفتش فيها وتشوف لو في حاجة غريبة كده ولا كده، وبتقول لراني ما تخافيش لو حصل حاجة صرخي وأنا هجيلك. راني بتفضل واقفة لوحدها وخايفة إنها تتحرك من مكانها، وعلى حظها جد وجدة أندي بيندهوا عليها وبيجبروها تقعد على الكرسي قدامهم، وبيفضلوا يقربوا منها واحدة واحدة، ومن كتر ما هي مرعوبة مش بتبقى عارفة تنده على حد يجي يساعدها. أما سوريا فبتكون خدت العربية وراحت لكاي عشان يساعدها تحمي حفيدها اللي هيتولد. ساعتها بنفهم ليه سوريا ما كانتش عايزة راني تحمل، وده لأن سوريا زمان لما عملت عهد مع الشيطان كان لازم تقدم له تضحية بحد عزيز عليها، ولأن سوريا ما كانتش مستعدة تخسر حد من اللي بتحبهم اتفقت مع الشيطان إنه ياخد أول حفيد ليها كقربان. ولما بتحكي لكاي بيقول لها الشياطين ما بتحبش اللي يتوب ويكسر العهد اللي بينهم، وأنا حذرتك 100 مرة ما تسيبيش البيت بتاعك لأنه كان أكتر مكان متحصن كويس، وطول ما حفيدك جوه البيت محدش هيقدر يأذيه. وبمجرد ما كاي بيقول الجملة دي المراية بتاعته اللي بيستخدمها في السحر والأعمال بتتكسر وقطع الإزاز بتشوه وشه، وقوة غريبة بتبدأ تطيره بعيد عن سوريا. ساعتها بيفهم إن دي نهايته، وقبل ما بيموت بيدي سوريا حجاب يحميها وبيقولها على حاجة في ودنها، وبعدها بيموت. ساعتها بنرجع لأندي وهو في المخزن بيدور على أي حاجة غريبة ممكن تبقى قدامه لحد ما بيشوف جثتين متغطيين، فبيروح يشيل الغطا من عليهم. وهنا كانت الصدمة، الجثتين طلعوا لجد وجدته وباين إنهم ميتين من فترة كبيرة. أما دينا فبعد ما بتدخل أوضة جدها مش بتلاقي أي حاجة، لكن بيلفت نظرها إن جدتها معلمة على يوم 30 يوم اكتمال القمر. ساعتها بتفتكر الجملة اللي كانت جدتها دايما بترددها لما القمر يكتمل الميتين هيصحوا. وفجأة جدها وجدتها شكلهم بيتغير، جدتها رقبتها بتبقى مقطوعة وجدها في فاس بيبقى موجود في نص راسه، والاتنين واقفين قدام راني مش بيتحركوا، ورقبة الست بتقعد تتدحرج قدامها على الأرض. هنا راني أخيرا بتاخد موقف وبتبدأ تجري ناحية الباب، لكن ساعتها حد بيخبطها على دماغها فبتفقد الوعي. بس المشكلة مش هنا، المشكلة إن اللي خبطها هي هوري اللي المفروض إنها ماتت من 8 سنين. في الوقت ده أندي بيكون لسه بيكمل تدوير في المخزن عايز يعرف جده وجدته كانوا بيتكلموا مع مين وبيركعوا له، لحد ما بيلاقي سرير وجنب السرير بيبقى فيه كريم للحروق. هنا أول حد بيجي في باله هي هوري، فبيقلق جدا على دينا وراني وبيكون عايز يطلع من المخزن بسرعة. بس وقتها هوري بتظهر قدامه وبتقوله ايه كنت فاكرني ان انا مت؟ فأندي مش بيكون فاهم اي حاجة. وهنا هوري بتبتدي تحكي اللي حصل. الحكاية كلها بدأت لما الإسعاف جه ياخد جثتها هي ومامتها، بس اللي حصل إنه كان لسه فيها الروح، فأنقذها سليم الخادم بتاع مامتها وفضل يراعيها وشغلها معاه في المستشفى بتاعته تنقل الميتين، لحد ما جه اليوم اللي راني وأندي راحوا فيه نفس المستشفى اللي هي شغالة فيها عشان البيبي. وأول ما هوري اتأكدت إن راني حامل افتكرت إن سوريا لازم تضحي بأول حفيد ليها، فقررت تستغل ده، فراحت لسليم وطلبت منه يساعدها عشان ترجع ليلى مامتها للحياة تاني بالسحر الأسود. ولكن سليم رفض وقال لها شيل المواضيع دي من دماغك خالص لإما مش عايز أعرفك تاني. هنا هوري اتجننت فخلصت على سليم وعملت دايرة حواليه بدمه، وفضلت تقول كلام غريب عشان تستدعي جاره وطلبت منه إن هو اللي يساعدها. فجاره وافق لأنه بيكره سوريا جدا من بعد ما تابت، بس جاره ساعتها قال لها إحنا مش هنقدر نعمل لها أي حاجة لأنها محصنة بيتها المرة دي كويس قوي، حتى هو جرب كذا مرة بس عمره ما قدر يدخل البيت.
ومن هنا جات لهوري الفكرة، فراحت لبيت عيلة سوريا وهي ماسكة في ايديها فاس، وضربت والد سوريا في دماغه لحد ما مات. وبعدها شافت مامة سوريا نايمة على السرير، فهجمت عليها وقطعت لها رقبتها، ونقلت بعدها جثثه من المخزن، وعملت الطقوس بتاعتها عشان تخلي الشياطين هما اللي ياخدوا هيئتهم. وبعدها الشياطين كلموا سوريا في التليفون وخلوها تيجي هي وعيلتها على أساس إن أهلها تعبانين عشان يكملوا باقي خطتهم. لما هوري بتخلص قصتها، سوريا بتكون وصلت أخيرا على البيت، فبتنده على أندي ودينا بس محدش بيرد، البيت فاضي، فبتفهم إنهم في الغابة. وفي نفس اللحظة دي بتكون هوري حاطة راني في المية ومكتفة أندي ودينا، وبتتفق مع جاره إنه يكمل الطقوس لحد ما تطلع الجنين من بطن راني. فأندي بيفضل يترجاها توقف اللي بتعمله وتاخده هو بدل ابنه، بس جاره وقتها بيقوله ما ينفعش، لازم ابنك انت، لأن سوريا عملت عهد مع الشيطان إنها تقدم أول حفيد ليها كقربان، ولما نقدم له احنا القربان بتاعه بدل سوريا ساعتها هيساعدنا نرجع شخص واحد بس من الموت. هنا هوري بتبدأ تخرج الجنين من بطن راني، وأندي ودينا بيفضلوا يترجوا فيها توقف اللي بتعمله، لكن في لحظة الكل بيسكت، لأن هوري بتكون طلعت الطفل بإيديها وبتدي إشارة لجاره إنه يموت الحيوان اللي جابوه ويفتح بطنه عشان ليلى هتخرج من جسمه. وفي اللحظة دي بتوصل سوريا وبتتسحب بالراحة عشان تفك أندي ودينا، وبتكلمهم بصوت واطي إنهم ما يتحركوش غير لما تقول لهم، وبتعتذر من أندي لأنها كانت السبب في موت ابنه، بس بتوعده إنها هتصلح كل حاجة. وبعد ما جاره وهوري بيخلصوا الطقوس، ليلى بتتولد من جديد، فهوري بتجري عليها وبتحضنها. ساعتها سوريا بتستغل إن محدش مركز غير مع ليلى، فبتاخد الحجاب اللي قايد دهولها وبترميه على جاره، فجاره بيتأذي ومش بيكون قادر إنه يستخدم قوته ضدها، فبتاخد آلة حادة وبتفضل تطعنه لحد ما بيموت. وبعدها بتجيب بنزين وبترميه على نفسها وبتمسك الولاعة، فدينا بتفضل تترجاها إنها ما تسيبهمش، بس سوريا بتهديها وبتقولها إن اللي هما فيه ده هي اللي بدأته ومش هينتهي غير لما هي تنهيه بنفسها وتديهم اللي هما عايزينه. فسوريا بتولع في نفسها وبتنده على ليلى، ولما ليلى بتبصلها سوريا بتجري ناحيتها وبتحضنها عشان هما الاتنين يتحرقوا مع بعض. فهوري بتفضل تصرخ ومش بتبقى مستوعبة إن مامتها ماتت من تاني. ساعتها أندي بياخد حجر من على الأرض وبيفضل يضرب بيه هوري لحد ما بتموت هي كمان، وبعدها بياخد راني ودينا وبيحضنهم عشان يطمنهم إنه خلاص الكابوس انتهى، وبيطلعوا كلهم سوا من الغابة. ولحد هنا بتخلص قصتنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وتقولولنا رأيكم في التعليقات، واشوفكم في ملخص جديد. سلام.